مذهب الظاهرية مبني على الأخذ بالظاهر، ومذهب الأحناف مبني على الرأي. لماذا لا يعاملان نفس المعاملة؟ فالأحناف من المذاهب الأربعة والظاهرية ليس منها. الظاهرية مذهب غير مذهب الأحناف، كونه مذهب الأحناف بني على الرأي ليس هكذا على إطلاقه. يعني هل تستطيع أو تريد أن نفهم أن كل مسألة قال بها أبو حنيفة بالرأي؟ غير صحيح، أخطأ في مسائل فقط، جاء إلى مسائل فيها نص، تأول هذا النص وأخذ بالقياس. لماذا؟ يقول أن هذا النص يخالف الأصول، ليس عن تشهي. أحسن الظن بالعلماء، العلماء ردوا عليه، نعم ردوا عليه، لكن لما كان أبو حنيفة ليس محدثا، ما كان بذاك الرجل في الحديث، وعاش في الكوفة، والكوفة بلاد الوضع، وضع الأحاديث، فكان لا يميز كغيره من المحدثين الكبار كمالك والأوزاعي وإلى غيره. فكان أحيانا يترك الحديث لأنه ليس خبيرا به، وثانيا يرى قد يكون هذا الحديث مثلا مخالف لأصل من الأصول التي قد اتفق عليها العلماء، فيخطئ، فيردون عليه العلماء. لكن ليس معنى ذلك أنه هو الوحيد الذي وقع في مثل هذه الأخطاء، حتى باقي العلماء وقعوا في هذا الأخطاء، لكن هو أكثر من الرأي، أكثر من هذا. جاء ابن أبي شيبة في المصنف وجمع 100 مسألة أو 110 ورد على أبي حنيفة فيها، كأن يقول مثلا مسألة كذا وكذا، مسألة المصراء، ما هي السنة في المصراء؟ أننا نردها ونرد معها صاع من تمر، ويأتي بالحديث ويسوقه بإسناده ابن أبي شيبة، ثم يقول قال أبو حنيفة لا يرد صاع من تمر، فرد على أبي حنيفة ويريد أن يقول خالف الحديث. نعم وقع هذا فيها أبو حنيفة، لكن لما تقرأ في كتب الأحناف تجد لهم تعليل في هذا الرد. هل هذا التعليل صحيح؟ يكون باطلا، نقول هذا باطل. لكن أنت تريد أن تحكم على أبي حنيفة كل المسائل، هناك مسائل انفرد بها أبو حنيفة ما قال بها إلا هو وأصاب فيها، بل وتابعه كثير من المحققين. من ذلكم صلاة العيد، أبو حنيفة يراها فرض عين، وتابعه شيخ الإسلام تيمية وانتصر لقوله، وهي كثيرة. أنا أضرب لكم مثلا الإمام مالك وقع في بعض المسائل التي وقع فيها الإمام أبو حنيفة. مسألة خيار المجلس، كان الإمام مالك يرى أن التفرق بالكلام، مع أن النص صريح بالمفارقة بالأبدان، فقام محمد بن أبي ذئب وكان في زمن مالك قرين له وقال يستتاب مالك، كيف يخالف الحديث؟ هكذا يستتاب مالك، كيف يخالف حديث ابن عمر في الصحيحين؟ فمثل هذه الأشياء تحصل. لكن لا شك أن العلماء استنكروا على أبي حنيفة، لكن لا تصور للناس أن مذهب أبي حنيفة كله باطل. أبو حنيفة كان فقيها، شيخ الإسلام تيمية أثنى عليه ثناء عظيم، والشافعي نفسه قال الناس عيال على فقه أبي حنيفة، كان فقيها. أحمد بن حنبل لما سئل عن حديث صلاة الصبي، ما حكم صلاة الصبي كإمام يؤم الناس؟ قال لا يؤم الناس الصبي. أحمد يقول لا يؤم. قالوا له حديث عمرو بن سلمة، قال لا أدري ما هذا، هكذا يقول لا أدري ما هذا. وأنا الآن سيقول قال كيف أحمد يرد الحديث وحديث عمرو بن سلمة صحيح وهو في صحيح البخاري، وقال هذا في مسائل الكوسج.